بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول محي الدين ابن عربي متحدثا عن الإمام الختم وما له من علوم وما يعرفه ومدار العلم الذي يختص به. يقول: مدار العلم الذي يختص به على 7 مسائل، وهي في مجملها علوم أهل الله تعالى، ومن عرفها لم يعصى عليه شيء من علم الحقائق، وهي معرفة أسماء الله تعالى، ومعرفة التجليات، ومعرفة خطاب الحق عباده بلسان الشرع، ومعرفة كمال الوجود ونقصه، ومعرفة الإنسان من جهة حقائقه، ومعرفة الكشف الخيالي، ومعرفة العلل والأدوية. هذه 7 مسائل عليها مدار أهل العلم بالله تعالى، ولا تنحصر فيها علوم المهدي، إنما هو قصده وحديثه على الحديث على المهدي من كونه خاتم الأولياء، من كونه الولي بالأصالة. فهو هنا لا يتحدث عن سياسة مدنية، ولا حكم مادي، ولا نشر للعدل، ولا حروب، ولا ملاحم، ولا نزول عيسى بن مريم، ولا محاربة الدجال، ولا أي أمر للمهدي على أرض الواقع وفي عالم المادية وفي عالم الشهادة. إنما هو يتحدث عن الإمام المهدي من كونه خاتم الأولياء وخليفة الله سبحانه وتعالى. فيقول: هو عالم بهذه العلوم التي هي علوم الأولياء، والتي لا بد لكل ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى أن ينال منها قسطا، أن يعرف منها شيئا، ولا شرط له أن يعلمها كلها. إنما مدار هذه العلوم علوم الولاية، علوم العرفانية، علوم الكشف، علوم الصلة، مدارها على هذه 7 المسائل التي يؤتاها المهدي من منبعها الأصلي، يؤتاها إلقاء، يؤتاها إلهاما، يؤتاها طبعا. كما تجد الطفل يعلم موضع الرضاعة، وكما تجد الطفل هناك أشياء طبعت فيه من أبيه ومن أمه، أشياء أخذها بالوراثة، كذلك هذه العلوم مطبوعة طبعا في قلب المهدي، لكن بينه وبينها حجاب. إذا أذن الله سبحانه وتعالى في الإصلاح نظر في هذه العلوم فأخذها من مصدرها. وهذه العلوم الحديث عنها شرحه يطول وليس فيه فائدة للمتلقي، إنما الحديث عنها. فال7 مسائل الأساسية: معرفة أسماء الله تعالى، أي كل اسم ما له من العوالم التابعة له والعوالم التي يؤثر هو فيها، وهذا باب لا نهاية له. من هذه المسائل أيضا معرفة التجليات، أنواع التجليات، مصادرها، متى، تجليات الأسماء، تجليات الصفات، تجليات الأنوار الربانية، التواصل مع الملائكة، التواصل مع العوالم الروحانية، الذبذبات العليا للحديث الملائكي، والذبذبات السفلى لحديث الشيطان، وهكذا. اختراق للحجب، وخروج من المألوف، وقفز عن الواقع. من هذه المسائل أيضا معرفة خطاب الحق عباده بلسان الشرع. هنا لا يتحدث عن الشريعة ولا عن ماهية الشرائع ولا مدار الحديث عنها، إنما يتحدث على المعاني الخفية في كلام الله سبحانه وتعالى وخطابه لخلقه عن طريق أدوات الشرع، فيفهم فيها حكمة الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الباب يعدل المهدي، ومن هذا الباب يؤتى العدل، ومن هذا الباب يملأ الأرض عدلا وقسط، لأنه يعلم مقاصد الله سبحانه وتعالى في شرع الشرائع وفي مراده منها سبحانه وتعالى.